واخيرا بعد تأجيل اكتر من 3 سنين لفيلم اوسكار عودة الماموس، الفيلم نزل ودخلت وده انطباعي عن الفيلم. بس عشان نحكم على الفيلم ونديه حقه لازم برضو نعين الاعتبار ان الفيلم ده اول تجربة في مصر من هذا النوع. فيلا من غير مقدمات كتير ندخل في الحلقة. فيلم اوسكار عودة الماموس بطولة احمد صلاح حسني وهنادي مهنا ومحمود عبد المغني ومحمد ثروت، والفيلم تأليف مصطفى عسكر وحامد الشراب واخراج هشام الرشيدي. بعد ما دخلت الفيلم وخرجت منه ايه الحاجات اللي عجبتني والحاجات اللي ما عجبتنيش، بصراحة كتجربة اولى لينا من هذا النوع هي بصراحة معمولة كويس جدا، معمولة بشغل محترم. ان الفيلم اغلبه 90% سي جي اي وجرافيكس، فدي مهمة صعبة جدا ان احنا نعرف نعملها. هل الفيلم كتجربة حلوة تستاهل ان انت تدخلها السينما ولا لا؟ في الحقيقة كأول تجربة بالنسبة لنا هايلة جدا، وبصراحة تستاهل، يعني تستاهل ان انت تدخل الفيلم ده. فيلم اوسكار عودة الماموس كتجربة بصراحة عجبتني جدا على المستوى الشخصي، لان دي اول تجربة في مصر وان احنا نقدر نعملها بالشكل ده، فبصراحة هايل جدا لكل كاست العمل وكل والشركة اللي كانت مسؤولة عن الجرافيكس والسي جي اي. في حاجات خيشت كتير بس في المجمل حاجة كويسة جدا. يعني بداية من الفيلم اصلا كقصة ان صراع الوحوش، ان انت تقدر تجيب ماموس وتجيب ديناصور ويتخانقوا في شوارع القاهرة، فدي كانت حاجة صعبة جدا ان انت تعرف تنفذها. فشوفنا ان الفيلم كان بيتأجل من اكتر من 3 سنين عشان الشغل اللي بيتعمل في الفيلم ده عشان يطلع بشكل كويس جدا وكواليتي الفيلم يكون كويس جدا. الجزء الاول من الفيلم بصراحة كان ماشي كويس جدا، ما حسيتش ان فيه ملل ولا حسيت ان الريتم كان ماشي بسلاسة. في شوية مشاهد ما عجبتنيش بصراحة، حسيتها ان هي ملهاش لازمة، الفيلم هيكون من غيرها احسن يعني ومش هتكون مؤثرة في احداث الفيلم. بس دخلنا في النص التاني للفيلم بصراحة هو اللي عجبني جدا، اللي كانت فيه الصراعات كلها بتحصل في الفيلم، صراعات الاكشن الديناصور والماموس والصراع اللي ما بينهم في شوارع القاهرة، وتشوف الاعمال اللي بتوجع والحاجات اللي شغل السي جي اي والجرافيكس اللي كان معمول. بصراحة كان معمول كويس جدا، بس في شوية حاجات يعني طبعا باين ان هي سي جي اي معمولة، يعني في حاجات باينة جدا. بس في المقبل يعني بصراحة انا استمتعت جدا بالفيلم، يعني حتى على الاداء التمثيلي لاحمد صلاح حسني كان كويس جدا، كان مقبول، وهنادي مهنا ومحمد ثروت خصوصا يعني في الجانب الكوميدي. ضحكت كتير من محمد ثروت بصراحه في الفيلم، كان فيه شويه مشاهد حلوه كوميديه عملها محمد ثروت، بصراحه كان كل السينما بتضحك من المشاهد دي والافيهات اللي كان بيقولها محمد ثروت. بس على مستوى احمد صلاح حسني حسيت ان كان الفيلم محتاج حد اجمد منه شويه، يعني حد كاسم كبير يعني يشيل الفيلم بصراحه. يعني احمد صلاح حسني حسيت ان في مشاهده بينه وبين بنته والعلاقه اللي ما بينهم حسيتها بصراحه اوفر جدا ويعني مبالغ فيها، ما وصلتنيش كمشاهد. يعني الحاله بين بنته واحمد صلاح حسني حسيتها يعني بصراحه ما حسيتهاش يعني. والعلاقه ما بينه وبين هنادي مهنا حسيتها برضو يعني حاجه كليشيه جدا، يعني البطل لازم يحب البطله في الاخر ومش عارف ايه وتحصل علاقه حب ما بينهم. حسيتها لو كانت مش موجوده كانتش هتفرق بحاجه. بس لكن في المجمل يعني كلهم بصراحه ادوا دورهم كويس جدا، وخصوصا احمد صلاح حسني في المشاهد الاكشن في اخر الفيلم كانت معموله كويس جدا. مش متنفذه اللي هو الواو يعني، بس عامه يعني كاول تجربه ان انت هتحكم عليها هي كويسه جدا بصراحه. الفيلم بقى له اكتر من 3 سنين، كل شويه كان بيتاجل عشان الحاجات اللي بتحصل في الفيلم، لكن انا كواحد مصري كان مبسوط جدا بجوده الفيلم اللي اتعمل ده. هي كان ممكن تبقى احسن من كده، بس احنا بناخد ان هي دي تجربه اولى، فما ينفعش احكم اقول لك ان انا مستني اللي هو يعني مارفل بقى ومش عارف ايه ودي سي والكلام الحاجات الجامده دي. لا، كاول تجربه بصراحه كلينا في الافلام النوعيه دي حلوه جدا. في حاجه يمكن ما عجبتنيش في الفيلم، حسيت ان الفيلم ده جامد جدا ومصروف عليه، كان ممكن لو في مثلا نجم كبير يعني زي كريم عبد العزيز ولا احمد عز، هتقول لي ما الفيلم اكيد متباع يعني باوسكار الماموس، يعني البوستر اصلا ما فيش ممثل عليه، يعني بيتباع من ان هو في ماموس والكلام ده، فازاي هيبقى في بطل كبير في الفيلم ده؟ انا بصراحه حسيت ان الفيلم ده جامد جدا وتجربه حلوه، ان هي محتاجه نجم يعني نجم كبير بصراحه. مع احترامي لاحمد صلاح حسني بصراحه هو كممثل لا غبار عليه، بس انا حسيت ان الفيلم ده محتاج حد جامد جدا يعني يشيل الفيلم. كان الفيلم ده ممكن يروح في حته تانية، بس عامه على وجود الناس الموجوده يعني حسيت ما اتضايقتش، يعني مبسوط جدا. والفيلم كتجربه سينمائيه هتستمتع بيها جدا، ولو انت مع عيلتك
هتدخل السينما هتنبسط. هو بصراحة فيلم لايق جدا ان انت تدخل فيلم مع العائلة، يعني فيلم هتنبسط بيه جدا. وبصراحة الفيلم انا طالع منه مبسوط، يعني ما حسيتش ان انا متضايق، لا. وخصوصا يعني المشاهد اللي في اخر الفيلم دي، انت هتشوف تجربة حلوة. مشاهد الصراع بين الديناصور والماموس، وازاي اصلا الفكرة ولدت ان في اصلا كائنات انقرضت بقالها آلاف السنين موجودة ورجعت تاني. فكان الفكرة بصراحة شابوه المؤلفين مصطفى عسكر وحامد الشراب على الفكرة دي. يعني الفكرة أصلا جديدة علينا كسينما مصرية، فبصراحة برافو جدا إن إحنا عرفنا ننفذها بالشكل ده. يعني الفيلم بصراحة يعني طالع منه كتجربة جامد بصراحة، يعني تدخل هتنبسط بصراحة على ضمانتي الشخصية. فيلم أوسكار عودة الماموس واحد من أفضل الأفلام اللي نزلت الفترة دي، والفيلم يستاهل ان انت تدخله السينما على ضمانتي الشخصيه. كتجربه اولى، مش اللي هي الواو جامد جدا، لا، معمول على قد الامكانيات كاول تجربه لينا. لو ما دخلتش لسه فيلم اوسكار عوده الماموس، ادخل الفيلم هتنبسط جدا جدا. وتقييمي لفيلم اوسكار عودة الماموس هو 8/10. وال8/10 دي بقى عشان دي اول تجربة، وان احنا عرفنا نعدي بالتجربة دي لحتة كويسة جدا. فبصراحة شابوه لكل كاست العمل، كل كاست اللي كان مسؤول عن الجرافيكس والسي جي اي، شغل محترم جدا وشغل متعوب عليه. في حاجات خيشت، بس في المجمل حاجة كويسة جدا. طبعا لو عايز تشوفني تاني متنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب للقناة. يلا اشوفكم في حلقة جديدة على خير. سلام.